فايه يمنع ان الشخص الاخير يتحول من كونه الاخير لانه يكون في نفس المستوى بتاع الشخص الاول في اسبوعين او مش هياخد اكتر من اسبوعين. ده كان فيديو شفته بعنوان It only takes 2 weeks. الفيديو ده فيه مدرس رياضيات بيتكلم عن جمله اسمها من مدرس سابق ليه او من استاذه زمان. الجمله بتقول ان عشان الطالب الاخير يبقى في نفس المستوى الدراسي بتاع الطالب الاول هو محتاج اسبوعين بس. الموضوع بيبان للاخير انه فرق كبير صعب يتحصل، في حين انه بيبان له هو من منظور مدرس الرياضيات اللي بيبص على امتحان الطالب الاول والطالب الاخير انها مجموعه من المعلومات المفقوده اللي لو الشخص الاخير اخذها هيوصل لمستوى الشخص الاول. في ناس بتذاكر الماده كلها قبل ليله الامتحان وتتحول من مش عارفه عنها حاجه لحد بيقدر ينجح فيها. فايه يمنع ان الشخص الاخير يتحول من كونه الاخير لانه يكون في نفس المستوى بتاع الشخص الاول في اسبوعين؟ لو انت الشخص الاخير او متاخر في حاجه، ليكن اقل بيرفورمانس وسط الشغل، ممكن تكون متاخر في تحقيق قدر من النجاحات او الفلوس او الوصول لبعض الانجازات، حاسس ان اللي حواليك وصلوا لها، وسمعت شخص بيقول لك ان كل اللي محتاجه عشان تحصلهم هو اسبوعين او شهرين او سنه، اجابتك بتبقى ايه؟ عشان عندك احتمالين بس. الاحتمال الاولاني انك هتقول اقدر، ممكن بس اعمل ده ازاي، وتبتدي تنفذ. الاحتمال التاني تقول لنفسك صعب قوي دي يا محمد، صعب قوي دي يا محمد. انت مين فيهم؟ خلينا نمشي الاحتمال التاني. لو انت بتقول لنفسك صعب قوي دي يا محمد، ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي بيحصل انك بتبني حيطه بينك وبين الطريق اللي كان ممكن يوصلك. تبني حيطه سد، مش بس بتمنعك عن انك تمشي الطريق، هي بتمنعك عن انك اصلا تشوفه. نفس الحكايه لما تقول لنفسك انه مستحيل تعمل حاجه معينه او ان صعب، انت كانك مش شايفها، مش شايف الطريق ليها، فمش هتحصل. عشان الخيال بيسبق الفعل في اي حاجه. الناس دايما بتقول لك الخيال مهم بس في الحاجات الكبيره. يعني بيفتكروا الخيال لما يجي مثلا يقول لك هو لو ما كانش حد تخيل اننا يوما ما هنقدر نطير ما كانوش اخترعوا الطياره. لو ما كانش حد تخيل ان البيوت ممكن تنور والشمس مش موجوده ما كانوش اخترعوا اللمبه. في حين ان الخيال بيلهم افعال كتير ابسط من كده. الخيال بيلهمك او بيخليك تتحرك بشكل يومي. من اول ما كنت طفل صغير بيروح المدرسه، انت لو ما عندكش تصور ان انت ممكن تنجح في المدرسه زيك زي الباقيين ما كانش عمرك هتروح لا مدرسه ولا جامعه ولا ماجستير ولا اي حاجه في حياتك. نفس الحكايه لو انت بتقدم على وظيفه، لو ما عندكش جزء صغير جواك بيقول لك انك ممكن تشتغل الشغلانه ما كانش عمرك هتقدم عليها. بس بيبقى جزء جواك بيقول لك انه ممكن، ان في احتمال. فمن غير الخيال انت ما بتتحركش. على ناحيه تانيه، ايه الحاجات اللي مجربتش تعملها لمجرد انك ما تخيلتش انها ممكنه اصلا؟ مش حاجات حاولت فيها وفشلت، مش حاجات جربت تمشي الطريق ليها وما عرفتش تكمله، لا كل ده ما بدأتوش اصلا لمجرد انك ما تخيلتوش. كام حاجه خيالك بنى بينك وبينها سد فما عرفتش تشوف طريق ليها. هوايه جديده مثلا، شغل كنت عايز تقدم عليه وما قدمتش عشان فكرت انه مستحيل تتقبل، بيزنس، حاجه كنت عايز تعملها من زمان. كام حاجه استكترتها على نفسك في الخيال وفكرت فيها بمنطق الشخص الاخير. اكيد حاجات كتير، كلنا بيجي علينا وقت بنفكر بدماغ الشخص الاخير. انا فاكر مره في الشغل من كام سنه كان في ترقيه انا كنت جاهز ليها بالورقه والقلم وبالريكوايرمنتس، انا كنت جاهز جدا ليها بس انا ما كنتش اعرف. كان زمايلي بيابلاي على البوزيشن الاعلى وبيروحوا يقدموا عليه وانا مش بقدم. ايه اللي منعني؟ مفيش اي حاجه غير خيالي اللي قال لي لا صعب عليك، وده تفترض ان في ريكوايرمنتس تانية غير اللي انا بعرف اعملها وهحتاجها وهفشل وانهم مش هيقبلوني. فضلت متخيل كده سنه او يمكن اكتر ومش بقدم على البوزيشن ده. ولما خيالي او فكرت بشكل مختلف انه انا جاهز ورحت قدمت، ساعتها رحت واتقبلت عادي. كان ممكن اصلا من قبل كده اتقبل عادي بس انا ما كنتش اعرف، ما كنتش متخيل وكنت بفكر بدماغ الشخص الاخير اللي بيقول انه لا صعبه. طيب ازاي ما نفكرش بدماغ الشخص الاخير؟ ازاي خيالنا يسمح لنا اننا نشوف نفسنا اهل للفرص وانه في احتمال ان يكلل مساعينا بغير الهزيمه؟ اولا بالوعي، انك تكون صاحي مخك لما يصعب عليك ويضيق مساحتك. انك تكون عارف هو ليه مخك اصلا بيقول لك على حاجات مستحيله. مخك بيعمل كده عشان مكسل. ما هو الحاجات اللي هي مستحيله هو مش محتاج يعمل حاجه. عشان كمان كلمه انها مستحيله بتريح الضمير اكتر، لانها لو مش مستحيله فهي قابله للتحقق وانت ما بتعملش عشان توصل لها حاجه، فضميرك هيأنبك. ثانيا بانك تسال السؤال الصح بدل ما تسال وتكويشن الفكره اصلا وتقول هو انا ينفع اعمل كذا، اسال هو ازاي ممكن اعمل كذا. هو انا ينفع ابقى رياضي في السن ده؟ لازاي ابقى رياضي في السن ده؟ هو انا ينفع ابقى شخص مش مدخن بعد كل السنين دي من التدخين؟ لازاي ابقى شخص مش مدخن؟ بدل ما تاخد مخك او مخك ياخدك في حتت ان هو ده ينفع ولا مش هينفع، خد انت الفكره هو ينفع ويتحقق ازاي. تالت حاجه
محتاج تبص على الجول مش على المدافعين. عشان الناس نوعين، في نوع بيبص على الحاجه اللي هو عايزها، وفي نوع بيبص على اللي هيمنعه من الحاجه اللي هو عايزها. انت رايح ناحيه الجول، بص على الجول، فكر في الجول، ما تفكرش في انه انا هيقابلني مدافعين كتير. ما انت اي حاجه هتعوزها في الدنيا هيقابلك فيها ناس. فكر ازاي تتعامل بدل ما تفكر في ايه المشاكل اللي هتقابلها. رابع حاجه انك تشوف امثله حقيقيه للحاجه اللي انت عايز تعملها، عشان في الغالب اي حاجه انت عايز تعملها هي اتعملت قبل كده، او حد عمل حاجه مشابهه للي انت عايز تعمله. الناس دي موجودين وافيلبل، تقدر توصل لهم على النت، تقدر تشوف فيديوز، تقدر تعمل اي حاجه عشان توصل اللي هم عملوها ازاي وفكروا فيها ازاي. ولو ما وصلتش للطريقه فعلى الاقل ده هيفتح عندك مساحات انك ازاي تدور على الطريقه، او هيعرفك ان ده اللي انت عايز تعمله ممكن وينفع. وهو ده اهم نقطه في الموضوع. خامس حاجه والاخيره، اتصرف كانك الشخص اللي حقق الحاجه اللي انت عايز توصل لها. لو انت عايز تبقى رياضي، ابتدي من دلوقتي تتعامل مع نفسك كشخص رياضي، وشوف الرياضي بيعمل ايه واعمله. انا رياضي فبعمل ايه؟ بلعب رياضه. انا كاتب فبعمل ايه؟ فبكتب وبطور اسلوبي وبقعد اقرا وبتعلم. انا شخص مش مدخن فبعرف نفسي كشخص غير مدخن، مش برفض سيجاره عشان انا حاليا مبطل، لا انا غير مدخن. الفكره كلها في الخيال، ان انا هتخيل شيء فهشوف له طريق، والطريق ده لما امشي هقابل طبعا تحديات وهقابل صعوبات، بس همشي ساعتها هوصل للحاجه اللي انا عايز اروحها. بعكس لما ما اتخيلهاش مش هشوف الطريق ومش همشي، فهتفضل صعب عليك قوي دي يا محمد. وهي في النهايه مش صعبه غير جوه دماغك او جوه خيالك.